تبغى تضحك تشيل الهم اسمع MBC FM. تبغى تضحك تشيل الهم اسمع MBC FM. مقالب حلوة نسويها تضحكنا مرة تسلينا. مقالب حلوة نسويها تضحكنا مرة تسلينا. خلي بالك صحصح حالك، خلي بالك صحصح حالك، فخنا ممكن يصطادك. خلي بالك صحصح حالك، خلي بالك صحصح حالك، فخنا ممكن يصطادك، فخنا ممكن يصطادك. طب في مطب، اليوم ضيفنا بيكون حسن عسيري. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. هلا وسهلا، مرحبا. الأخ حسن أحمد محمد عسيري. نعم. كيف الحال؟ الله يخليك. من معي عفوا؟ معك النقيب سعد محمد من البحث والتحدي. الله يحييك يا نقيب، اهلا وسهلا. العمل اللي قاعد يعرض على MBC بيني وبينك هذا من إنتاجك ولا من إنتاج MBC؟ لا، هذا من انتاجي. طيب، في معلومات بس أبغى أتأكد منها يعني بعد إذنك. منين نقيب؟ من اي جهه تقول لي؟ من البحث والتحري. الله يحييك. من اي مدينه تكلمني؟ أنا أكلمك عن طريق الستلايت، رقم اللي طالع عندك عن طريق الستلايت، لكن أنا بعطيك العنوان الحين. هي في معاملة مرفوعة ضدك، بعطيك رقم المعاملة وتاريخ التحري يعني مباحث قصدك؟ أي نعم. الله يحييك يا نقيب، تفضل. العمل بيني وبينك طبعا قبلها أنت كنت عامل أسوار وعامل أخوات موسى إيش عندك بالضبط يعني؟ شلون مش عندك؟ عندي تمثيل وعندي برامج، مش عندي، ماني فاهم والله يا نقيب. يعني بس كيف مرفوعه ضدي؟ يعني مين اللي مشتكيني يعني؟ ما في أحد يعني ما في أحد تقول مرفوعه ضدك، وش مرفوعه ضدك يعني؟ يعني شوف، أنا أقول لك شغلة، أنت الحين بتسجل رقم المعاملة وإن شاء الله إذا جيت عندنا في القسم بنتفاهم، لكن يعني إحنا في المسلسلات أنت قاعد تقول أنا قاعد أمثل وقاعد مدري إيش أسوي، يعني أشوفك غير مبالي بقدرات المباحث وبقدرات لا 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 يا نقيب، لا هذا كلام مش صحيح، هذا كلام مش صحيح، بالعكس المباحث دورها مهم ودور أساسي. بس كمان إحنا نقول وجهة نظرنا، يعني نقولها بشكل، إحنا نبغى نبسط الموضوع، بس إذا في أحد مشتكي رافع قضية هذا احنا موجودين يعني. هذا انت سعد مباحث ما شاء الله عليكم يعني، هذا انت جبت رقمي، انت قاعد تكلمني الان على دبي. فما اعتقد الوصول صعبة والسؤال عننا صعب. انا ابغى افهم وين المشكلة يعني. لا انا بجيب رقمك وجايب كل المعلومات عنك يعني، حتى من الطرفة اللي انا يعني لما طلعت برنت عنك انه كان عندك في عام 96 كوريلا بوكس. كوريلا بوكس؟ ايه عام 96 يعني طلع عنك برنت كامل ولا ها؟ كوريلا بوكس. طيب هذه نجيب فيها اغراض اي لا بس اقول لك من المواقع اغراض ولا ممنوع ناخذ كوريلا بوكس يعني؟ لا يعني قلت ما شاء الله طيب ممثل ويعني بس استغربت يعني في عام 96 كان عندك كوريلا بوكس يعني. طيب على كل حال الشخصية اللي انت مجسدها في مسلسل بيني وبينك، في شخص الحقيقة اللي انت جسدت شخصيته، هل لك علاقة فيه يعني ولا تعرفه يعني عشان كذا كتبت القصة ولا كيف؟ واحد صادر واحد وارد، واحد سخين واحد بارد، لكن يا خوفك من واحد ما لا طعام ولا لا. انا والله يا نجيب الموضوع كذا مو عاجبني يعني. انا اذا عندكم شيء انا اعطيك رقم فاكس ارسلوا لي رسميا، بس انا شو ضمني انك اصلا نقيب في المباحث. مقالب حلوة نسويها تضحكنا مرة تسلينا. مقالب حلوة نسويها. ممكن يواجه اتصالات واحد يقول لك انا مباحث، اذا عندك شيء رسمي اكتبوا لي، انا وش ضمني انك انت مباحث ولا ما انت مباحث. الحين انت ليش تكلمني بالطريقة هذه يعني حسستني انه يعني برضو عدت نفس الموال في بيني وبينك، انت غير واثق من قدراتنا وغير واثق من يعني ليش يعني؟ يا انا ما بقول غير واثق، بالعكس يعني احنا نعرف اهمية المباحث ونعرف دورها، بس انا اعتقد انه اذا في شيء تكلمنا رسمي يعني. ما اعتقد انه واحد يدق على واحد بالتليفون يقول له انا عندك شيء يقول لي وين عنوانك انا اجيك. طيب وين صورتوا بيني وبينك؟ صورناه في الرياض وصورناه في جدة وصورناه في القاهرة. يعني أنا ملاحظ في المسلسل التعبان هذا أنكم قاعدين تتكلمون عن المباحث وكل شيء مباحث وشرطة يعني ما نقيب أنت إنسان متعلم يعني، ما أعتقد إنه أنت رجل واعي. نقيب يعني معناه متخرج من كلية يعني تجي تقول والله مسلسل تعبان. أعتقد هذا المسلسل الكل قاعد يشوفه وفي ردود فعل عليه كويس، تجي أنت تقول مسلسل تعبان. يمكن أنت ما شفته كويس، أنت يعني لا تزعل مني يا نقيب، يمكن أنت ما تستلطف حسن عسيري.
فاذا ما تستلطف حسن ما هو معناه انه العمل تعبان او تبدا ترمي الاتهامات من شو. انا اقول اذا في شيء رسمي، اذا انت مباحث او ما انت مباحث، انت على عين وراس. ما يصير هالمسلسل التعبان هذا اسلوب صراحه مو حضاري يعني. طيب انت ما تعرف المشكله انه نحن قاعدين نبحث عن شخص فعلا اطلق رصاصه بالغلط والشخص هذا هارب، فقلنا يمكن انت عندك علاقه فيه او شيء زي كذا، انه عشان كذا انت جسدت شخصيته يعني. يا نجيب هذا في المسلسل تتكلم من جدك انت ولا والله شكلها كاميرا خفيه ولا تسجيل ولا من جدك انت تتكلم؟ لحظه ايش اللي كاميرا خفيه؟ هذا كاميرا خفيه عندكم انتم اللي تسوونها كاميرا خفيه ومسلسلات هذا ما تجي تقول لي هذا تمثيل يعني واحد اي بس ما تجي تقول لي كاميرا خفيه يعني. انا قاعد اتكلم معاك بشكل رسمي لو سمحت. يا سيدي اسفين بس انا قاعد اقول لك وليش اسفين؟ لا والله ما احنا اسفين. تعال يا نقيب ما يصير. على فكرة أنت ترى أسلوب الإرعاب هذا والترعيب ما هو مو بصحيح اللي قاعد أسويه. طيب. أنت تقول لي واحد ضرب واحد برصاصة، هذا اللي أنت تقول هذا مشهد في المسلسل. إذا تشابهت الأحداث بين واحد انضرب بالرصاص وبيننا أنا ما لي علاقة. أنت من وين جبت الفكرة هذه إنه واحد ضرب هذا وزحلطن؟ من فين جبتها؟ يا زحلطن هذه كلمة إحنا بنقولها. لا يعني انت لا صرح بيقولها يا اخي. في كاتب ليه ما اتصلتوا على الكاتب؟ لا يعني انا ابغى اعرف انت اللي مجسد الشخصيه. انا ما اعرف كاتبه، انا اعرف اللي في الصوره يطلع لي. يعني انت من فين جبت الحادثه هذه اللي حصلت؟ لك علاقه فيها؟ سمعت فيها قبل كذا؟ يا نقيب والله ماني قادر اصدق يا طويل العمر. هذا كلام مو منطقي. هذا الكلام اللي تقوله هذا مشهد في مسلسل. اذا كان شابه الواقع مو معقول نكتب على المسلسل يا جماعه اذا كان شابه الواقع فليس صحيحا. هذه دراما عاديه. طيب انا على كل حال انت عندك ان شاء الله هذا رقم المعامله سجله عندك 44 تقسيم 136 في تاريخ 10/9/1400. لحظه خليني اكتب. انا تكلمني وانا في سياره. طيب سجل الرقم. رقم المعامله. ايوه 44 ايوه تقسيم 136 ايوه في تاريخ 10/9/1428. 10/9 ما شاء الله. هذا شاكينا من 10 رمضان. الأخ حسن أحمد محمد عسيري. نعم يا أخوي نعم. عندك موعد إن شاء الله لازم تكون عندنا في القسم في تاريخ 20/9. يا أخوي أنا في دبي ما حقدر لا بتجي إن شاء الله بتجي. هذا الموعد لازم ما تتأخر عنه. أوكي يعني يا تجي يا نجيبك بطريقتنا يعني. فأفضل لك أنت كفنان يعني ما نبغى نسوي لك بلبلة ومشكلة. فعشان كذا تعال بنفسك ويا لا تجيب معك بطانية وشرشة. جدك انا اجيب معي بطانيه وشرشف؟ ايه تجيب معك بطانيه وشرشف ليه يعني؟ بعدين على فكره يعني انا يعني مقدر وضعك ومقدر انه وضعك الاجتماعي وزي كذا. عشان كذا قاعد اقول لك عشانك مقدر وضعي تجيب لي بطانيه وشرشف؟ انا عشان كذا قايل لك جيب. والله انت مقدر وضعي. انت مبيت النية على شر. لا يمكن يكون مكيف عالي، فاذا كان مكيف عالي تتغطى بالبطانيه، اذا كان حر تتغطى بالشرشف. هذا المباحث دمه خفيف يعني بطانيه ومكيف يعني هذا انت بتستلطف وتستظهر. يا انا عندي وكيل شرعي، هذا عنده وكاله عامه هو يجي يراجع هذا. اذا عندك شيء رسمي ارسله لي. اما طيب. اني اجي على مكالمه تليفون ما راح اجي يعني. بس تعليق على كلمتك اللي قبل شويه لما تقول المباحث دم خفيف وهذا يعني هذا مو مني، هذا يعني عشان من مكالمه. عاد كيف لو جيتني في القسم الظاهر بنخرج عمل يعني. بس بنخرج على السجن. بنخرج عمل احنا اللي بنخرجه يعني، وانت حتكون البطل ان شاء الله. عموما يا نقيب انا ما ابغى يعني. انا شايف ان المكالمه بدت في اشياء رسميه. انا بقول لك بتمنى عليك اذا في شيء نعطيك فاكسي تفضل اعطيك هو. يا اخوي ايش اللي اعطيك فاكسي ما اعطيك فاكسي؟ يا اخوي تراك قاعد تكلم مباحث ما انت في مسلسل يا ابو الشباب. ايوه مباحث على عيني وراسي. بس اذا عندك شيء يا اخوي ارسل خطاب. انت ليش متخوف ترسل خطاب؟ ما ارسل لك خطاب يا اخي. انا لا لحظه يعني انا فوق هذا كله انا شايفك حسن عسيري وفنان وزي كذا عشان كذا اتصلت فيك. ولا ترى ما ادق عليك يعني. اخلي واحد من الجنود يكلمك. لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا سيدي من جندي الى وزير الداخليه كلهم على عيني وراسي. انا قاعد اقول لك يا اخوي هذا الاسلوب انا ما راح اجيب هالشكل يا اخوي. في قانون في البلد. وش اللي اتصل تعال نجيب بطانيه معك؟ لا وش رايك بعد ناخذ رايك في الحكم يعني؟ اذا القضيه يعني اذا حكمنا فيها ايش رايك ناخذ رايك نقول لك الحكم ايش رايك نخليه كذا ولا نخليه كذا؟
اصلا مش من حقك تحكم، انت تقدر تحقق اذا عندك شيء في قضاء يحكم يا وين يا بالعكس هذه اساليب ما هي يعني، انت لو مسؤولين عنك يسمعون هالكلام ما راح يقبلون اللي انت قاعد تقوله. طيب انت سجلت رقم المعامله الان؟ سجلتها. كم الرقم؟ يعني ورطتك صح؟ انت غير مبالي. لا مش غير مبالي. 44 تقسيم 136. في تاريخ؟ في 10/9. ومتى موعدك تكون عندنا؟ قلت لك ما راح اجي، راح ارسل لك 21/9. يعني نجيبك بخفاء وكمان يعني. لازم تحدد. لا انت حدد لي المكان اللي هو فيه وانا ارسل لك. يا اخي اذا جاء وكيلي واستدعى حضوري انا راح اجي. ما انت طب وين اجيك يا جل يعني شلون؟ طيب اعطيني رقم الفاكس انا ارسل لك. طيب على كل حال يعني اسفين لو ضايقناك يعني، لكن لا ما يعني مو حلو الواحد يعني تفهمني. مكالماتكم انتم ما تشرح الصدر، ترى ضيق الصدر. بس مو مشكلة، أنا برسل لك أحد يستدعي الأمر إني أجي أنا أجي. على كل حال يعني أنا ما أدري إيش أقول لك، لكن لا ما في مشكلة. العذر والسموحة يعني. لا ما في مشكلة. العذر والسموحة يا أبو مجدولين. أبو مجدول برضه المباحث عارفين أبو مجدولين. عارفين كل شيء يعني، كل حاجة يعني، أي شيء تتوقع عارفينه يعني. بس والله مو قاهرني الكريلا بوكس ترى. عموما مش مشكلة. طيب فنان حسن عسيري، كل عام وانت طيب وكل سنة وانت بخير. انت كنت معانا ضيف في برنامج اسمه طب في مطب. وش من انت مقلب ايش؟ يلا عن ابليس. ما لقيت الا ذي خفة الدم. الله يلا وش ذا المقلب يا ابن الحلال؟ ما لقيت الا المباحث. انا مستغرب كريلا بوكس والله. الشكر يا ياسر. وين هذه على هذا برنامج يعني اسمه طب. كل الكلام اللي قلناه ولا هذا انت مسجله؟ كله مسجل يعني. مباحث اكيد عندهم مليون ستلايت. لا انا اجي ابغى اقول لهم في تي تلقفها تاكلني فزعت. وبصراحه يعني انا قلت والله ما ادري، لا تعليق. اقول لهم رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله نرجع السعوديه ونكمل 10 اواخر في مكه باذن الله عز وجل. ابغى اقول لهم في تي تلقفها تاكلني فزعت. والله مو قاهرني الكريلا بوكس. كنتم مع برنامج طب في مطب على MBC FM. تقبلوا تحياتي ياسر الشمراني، وفي الإخراج محمد الآغا.